صباح الخير. عملت عزومة لأصحاب أحمد، عملت فيها أصناف كتير حلوة. عملنا حمام، ورق عنب بالعكاوي، وممبار، وكفتة، ولحمة رول محشية لحمة مفرومة. عملت كمان فاهيتا مخاصي. بصوا، عملت أصناف كتير، ملوخية. تعالوا مع بعض نشوف احنا هنعمل الأصناف دي ازاي. الأصناف دي رمضان جاي، تنفع لأي عزومة على سفرتك في رمضان طبعا، وكمان تنفع للإفطار. أي صنف منهم تقدري تعمليه في الإفطار، تقدري تجمعي بين صنفين. لو عندك عزومة بجد هتشرفك. مش هطول عليكم، تعالوا نشوف احنا هنعمل العزومة دي ازاي. اول حاجة انا هبدأ بالعكاوي. انا جبت عكوتين كده من عند الجزار زي ما انتوا شايفين. العكاوي دي اللي هي الديل بتاع الذبيحة، بتبقى حلوة قوي مع ورق العنب. يعني ورق عنب بالعكاوي ده صنف مطاعم. اول حاجه هعملها، هنزل بحته سمنه حلوه محترمه كده وعليها شويه من الزيت، وهبدا اشوح العكاوي بتاعتي. التوابل بتاعتي ملح، فلفل اسود، لورا مطحون، حبهان مطحون، وسبع بهارات، وكمان عصره نص ليمونه. تشويحه محترمه بقى. وبعد ما تاخد لون حلو معانا، هننزل بطماطميه متقطعه 4، وبصلايه متقطعه 4، والميه المغليه بتاعتنا عشان ناخد منها احلى شوربه لتسويه المحشي. عايزه اقول لكم ان انا اديت لها بس غلوه هنا علشان خاطر اخد الشوربه للمحشي، لكن لو عندي شوربه متوفره بشوحها وبحشي عليها المحشي على طول وبعدين اسويها. طيب تعالوا نعمل بقى الخلطه بتاع الممبار وبتاع المحشي. شوحت بصلتين 3 كبار كده زي ما انتوا شايفين، اديت لهم توابل ملح، فلفل اسود، لورا، حبهان، وكمون اساسي اساسي اساسي، وسبع بهارات. نزلت بالطماطم بتاعتي المعصوره، وكمان الخضره بتاعت المحشي المتقطعه المغسوله. خلاص زودتها بقى شويه من الميه بعد ما حطيت الطماطم، وهسيبها تتسبك. اتسبكت معايا زي ما انتوا شايفينها كده. عايزه اقول لكم كمان ان انا نسيت، حطيت توابل محشي بجد بتدي طعم تحفه، وكمان معلقه كبيره من السكر لاني عامله كميه. هنا بقى دي الخلطه بتاع الشيش طاووق. حطيت بقى شويه طماطم كده، عصرتهم على شويه بصل وملح وفلفل في الخلاط بتاعك او الكبه، وبعدين صفيهم في المصفى زي ما انت شايفه كده. احنا مش هنرمي البصل والتفل اللي طلع ده، بس احنا خدنا الميه بتاعه البصل والطماطم. نبدا بقى نتبلهم بشويه زيت، ملح وفلفل اسود، توم بودره، بصل بودره، توابل مشويات، وتوابل شيش طاووق. واهم حاجه في الشيش طاووق الزعتر. انا معايا هنا دي اوراق قطعتها زي ما انتم شايفين كده، القطعه متوسطه، ما تقطعهاش صغير لانها بتكش معانا بعد التسويه. زي ما انتوا شفتوا انا كده التجهيزات دي عندي بجهزها من اليوم اللي قبله. حسيت ان الصلصه فاتحه معايا اللي هي الصوص بتاع التتبيله، فنزلت بشويه من الصويا صوص، بيدي طعم حلو ولون حلو بعد التسويه. بسرعه بقى تعالوا كده نسلق مع بعض الورق العنب. انا كنت مفرزاه عندي في الفريزر. زي ما قلت لكم دايما تجهيزات العزومه انا بجهزها قبلها بيوم. التاني يوم اللي هو بتاع العزومه بيكون على التسويه. خلاص سلقنا الورق العنب بتاعنا، والعكاوي بتاعتنا زي ما انتم شايفين غلوه واحده بس اللي انا اديتها لها عشان اخد منها شويه شوربه، يعني هي كده مش مستويه معايا. فارضيه الحله بتاعتي بقى طماطم متقطعه وبصل متقطع، وهرص العكاوي زي ما انتم شايفين كده. باكد عليكم ان العكاوي مش مستويه، لاني هقعدها على النار مع المحشي ساعتين 2 تاخد سوا. خلاص جهزت خلطة المحشي بتاعي، ورق العنب موجود، رصيت الصينية بتاعتي الحلة اللي انا هعمل فيها، وهبدأ ان انا احشي ورق العنب. هغلي بقى ميه على النار، لان انا دلوقتي عندي شويه من الممبار هعملهم. حشيتهم بقى زي ما انتم شايفين، انا حشيتهم معاكم قبل كده في القناه. وهبدا ان انا اتبل الميه بتاعتي وهي بتغلي بملح وفلفل اسود وكمون، لورا، وحبهان مطحون، وكمان عصره نص ليمونه. وهبدا انزل بالممبار. استوى معايا الممبار زي ما انتم شايفينه بقى جميل. كل ده هركنه على جنب. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعصج اللحمه بتاعتنا، بصلايه مفرومه على نار عاليه كده، وحته من السمنه على الزيت. وابدا ان انا اشيل منها شويه لاني هخلطهم على الكفته، لكن اللحمه دي هتبقى متعصجه. زي ما انتوا شايفين نزلت باللحمه بتاعتي بعد ما اديت للبصله لون ذهبي حلو، وهبدا ان انا اعصج لحمتي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. التوابل بقى ملح وفلفل اسود، سبع بهارات، لورا مطحون، حبهان مطحون، وعصره نص ليمونه. توابلي اساسيه، تزيد اضافه تقل اضافه حسب الطبخه اللي معايا، لكن الاساسيات بتاعتي ملح، فلفل اسود، لورا، حبهان، ونص ليمونه.
عصجنا اللحمه بتاعتنا. طب تعالوا نعصج بالمره الكبد والقوانص بتاع رز الخلطه بتاعه الحمام. بصلايه حلوه كبيره او بصلتين حسب الكميه عندك، انا كنت عامله يمكن 10 تجواز. نزلت عليها بعد ما اخدت لون بالكبد والقوانص بتاع الحمام متقطعه صغير زي ما انتم شايفين كده، وهبدا ان انا اديهم تشويحه حلوه مع بعض. التتبيل بقى بتاعنا ملح وفلفل اسود، لو مطحون حبهان مطحون برضو زي ما انتم شايفين، وعصرة نص ليمونه. بس هزود هنا للطبخه بتاعتي شويه من القرفه، بتدي للحمام طعم حلو جدا. قلبتهم مع بعض كويس. الرز بتاعي مغسول ومتصفي، هبدأ انزل بيه على الكبد والقوانص واديهم تشويحة مع بعض. وبعد ما اشوح الرز معاهم يبقى الرز كده خلاص اتشمع بالسمنه وبالحاجه اللي محطوطه على الخلطه، هبدا انزل بالميه المغليه بتاعتي. الميه بتاعتي انا بسوي رز الحمام 80% من التسويه، ما بحطوش نص تسويه ولا ربع تسويه، بسويه 80%، يعني خلاص بيبقى داخل في مرحله التسويه، بس انا بسيب المرحله دي لتسويه بتاعته مع الحمام. زودت الميه بتاعتي، هغطي عليه بقى واسيبه يستوي. خلاص بدأ يتشرب الميه اهو، هغطي عليه واسيبه يكمل سواه براحته على نار هاديه طبعا. انا كده بغطيه اهو، هوطي النار عليه بقى واسيبه يستوي براحته. تعالوا نتبل الكفته. بصلايه متصفيه من الميه، ودول شويه البصل المتكرملين اللي انا اخدتهم من تعصيج اللحمه لو انتوا فاكرين. هبدا انزل بقى بشويه من البيكنج باودر ومعلقتين كبار من النشا. انا بحط نشا لاني هعمل الكفته دي في الفرن، لو انا هعملها على الفحم مش هحط نشا لانه بيلزق في الشبكه. ملح وفلفل اسود وحبهان مطحون، ودي جوز الطيب، ودي بهارات كفته اللي هي بهارات مشويات، وشويه من الزيت. هعجنهم بقى عجنه كويسه مع بعض كده عشان افتت الانسجه. لو حابه تعمليهم في الكبه مفيش مشكله، بس انا فضلت ان انا يعني ايه اعملهم بايدي كده، فهتتعمل كويس. بقت زي ما انتوا شايفه كده الانسجه بتاعتها متفتته. هنعمل ايه دلوقتي؟ عندي شوية مخاصي بقى، فتعالوا كده نشوف احنا هنعمل فيهم ايه. المية بتاعتي هتبلها 7 بهارات، ملح وفلفل اسود ونص ليمونة وطماطمية متقطعة وبصلاية متقطعة. دي بقى المخاصي زي ما انتوا شايفين. انا هبدأ على طول ان انا انزلها تستوي، مش تستوي يعني هديها كام غلوة كده بس عشان اعرف افصل الجلد اللي بره ده من عليها، لاني طبعا بتخلص من الجلد ده. المخاصي بتبقى كلها عروق، يعني كلها فيها دم، عروق دموية. هتشوفوها دلوقتي. شوفوا بمجرد ما بفتحها عروق دموية كلها، فلازم ان انت تديها غلوة عشان تسهل عليكي تشيلي الغلاف بتاعها اللي بره ده لازم يتشال ويترمي. وما تقلقوش، انتوا بمجرد ما تدوها غلوتين تلاتة كده، يعني قعدوها مثلا 10 دقايق على النار، هتطلع معاكم بمنتهى السهولة. شوفوا بتطلع ازاي. انا محتاجة بس الطبقة اللي جوه الجلد العازل اللي بره ده، انا مش محتاجاه كله دموي زي ما انا بقول لكم كده، ولازم تتخلصوا منه ويترمي. انا هعمل المخاصي معايا فاهيتا مخاصي. خلاص انا فصلتهم كلهم اهو، وقطعتها مكعبات صغيره زي ما انتوا شايفين. هبدا بقى على طاسه سخنه جدا ان انا احطها من غير اي ماده دهنيه. هتنزل ميه زي ما انتوا شايفين كده، هفضل اشوح فيها لغايه ما تشرب الميه بتاعتها بالشكل ده. هبدا بقى انقلها في طبق بره، وبعدين انزل بشوية من الزيت، وانزل بقى بشرايح بصل جوليان. هشوح البصل طبعا. بقية الفيديو معايا يعني بقية المقطع بتاع المخاصي مكملش معايا، بس انا هشوح البصل. وبعدين بعد ما ياخد يعني بداية لون كده هنزل عليه بالمخاصي، وبعدها هنزل عليه بفلفل متقطع احمر واخضر واصفر. هتشوحوهم مع بعض وتديهم التوابل بتاعتهم، وكده فاهيتا المخاصي خلصت معايا. دي كانت عزومتي في اليوم اللي انا جهزت فيه. اليوم التاني كان كله تسويات بس مش اكتر. زي ما انتوا شايفين سفرتي تشرف، وبجد شكلها حلو جدا. دي لحمه رول محشيه، بس انا بصراحه برضو ما صورتهاش، يعني كان خلاص ضغط التصوير عليا كان شديد، والموبايل كان فصل مني شحن، فبصراحه ما لحقتش اصور. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام عليكم.